هزة كروية عنيفة تضرب إفريقيا وأوروبا في آن واحد. تصريحات مشتعلة من كبار صناع القرار الكروي في القارة العجوز تقلب المعادلات رأساً على عقب، وترفض بشكل واضح وصريح العقوبات التي فرضها الكاف على المغرب. دعم أوروبي غير مسبوق، ورسائل مباشرة، وتحركات ثقيلة قد تعيد رسم خريطة كرة القدم الإفريقية بالكامل. وقبل ما نبدأ، لو قلبك مع الحق ولو شايف إن المغرب يستحق الوقوف إلى جانبه، اضغط لايك دلوقتي وخلي التعليقات تولع بعبارة ديما المغرب، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد أول بأول. في تصريح ناري لشبكة سكاي سبورتس، خرج رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين عن صمته، وتحدث بلهجة غير معتادة وبصراحة غير مسبوقة عن العقوبات التي فرضها الكاف على المنتخب المغربي. تشيفرين لم يكتفي بلغة التحفظ الدبلوماسي، بل وصف تلك القرارات بأنها عقوبات غير عادلة وغير منصفة، واتخذت في الخفاء وتحت جنح الظلام. وأكد رئيس الويفا أن كرة القدم لا تدار بردود الأفعال، ولا تبنى على قرارات متسرعة تفتقد للرؤية والحكمة، مشدداً على أن المغرب يعد شريكاً أساسياً لإسبانيا والبرتغال في تنظيم كأس العالم 2030، وأن أي استهداف غير مبرر لكرة القدم المغربية سيكون له تأثير سلبي مباشر على مشروع عالمي ضخم تعمل عليه قارات كاملة، وليس مجرد دولة أو اتحاد. وأضاف تشيفرين أن المغرب أثبت خلال السنوات الأخيرة أنه قوة تنظيمية ورياضية كبرى، وأن ما قدمه في مونديال قطر سيظل علامة وفي تصريح أثار الكثير من الجدل، ألمح رئيس الويفا إلى أن فوزي لقجع قد يكون على أعتاب مرحلة جديدة ومفصلية في تاريخ الكرة الإفريقية، قائلاً: خلال أيام قليلة ستتضح الصورة، فهناك شخصيات تملك رؤية حقيقية وقادرة على تطوير اللعبة في إفريقيا. واعتبر تشيفرين أن لقجع شخصية قوية وصاحب مشروع واضح لتحديث البنية الكروية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات. بل إن المفاجأة الكبرى جاءت عندما تحدث عن إمكانية تعزيز الشراكة بين الويفا والاتحاد المغربي لكرة القدم، مؤكداً أن أبواب التعاون مفتوحة على مصراعيها، وأن الكرة المغربية تستحق التواجد في أقوى وأهم المسابقات بفضل مستواها الفني العالي وتنظيمها الاحترافي. تصريحات تشيفرين لم تمر مرور الكرام، بل فتحت نقاشاً واسعاً حول مستقبل كرة القدم الإفريقية، وطرحت تساؤلاً كبيراً: هل نحن أمام إعادة تشكيل حقيقية لموازين القوى داخل القارة السمراء بدعم أوروبي واضح وصريح للمغرب؟ ومن برشلونة خرج صوت آخر لا يقل قوة وتأثيراً: جيرارد بيكي، النجم السابق لنادي برشلونة والمتحدث باسم الاتحاد الإسباني لكرة القدم في هذا السياق. بيكي عبر عن استيائه مما حدث في نهائي إفريقيا، معتبراً أن الأجواء التي صاحبت المباراة أساءت لصورة كرة القدم وأفرغتها من روحها الرياضية. وأكد بيكي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال احترام التصرفات الجماهيرية التي تخرج المباراة عن إطارها الرياضي، مشدداً على أن المنتخب المغربي قدم بطولة كبيرة ويستحق التتويج بما أظهره من أداء قوي وانضباط تكتيكي عال. وأضاف: المغرب منتخب قوي، وإسبانيا كلها تعلم ذلك جيداً، لقد واجهناه ونعرف تماماً قيمته الحقيقية. وتحدث بيكي عن العلاقة المتنامية بين الكرة الإسبانية والمغربية، خاصة في ظل الاستعداد المشترك لتنظيم مونديال 2030، معتبرا أن المغرب أثبت قدرته التنظيمية في بطولات كبرى، بل ووصف بعض تنظيماته بأنها كانت أفضل من بطولات أوروبية. وفي مفاجأة أخرى، أعلن بيكي دعمه الصريح لفوز لقجع في حال ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قائلاً إن إفريقيا تحتاج قيادة حديثة بعقلية إدارية متطورة، قادرة على نقل الكرة الإفريقية إلى مستوى تنافسي عالمي حقيقي. ويرى مراقبون أن موقف بيكي يعكس توجهاً إسبانياً داعماً للمغرب، ليس فقط رياضياً بل استراتيجياً أيضاً، في شراكة تمتد من المستطيل الأخضر إلى ملفات تنظيم أكبر البطولات العالمية.
الدعم لم يتوقف عند حدود اللاعبين، بل وصل إلى أعلى المستويات الإدارية في إسبانيا. في تصريحات لموقع ماركا الإسباني، أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني أن المرحلة الحالية تتطلب شراكات قوية وحقيقية، واصفا المغرب بأنه شريك استراتيجي لا غنى عنه. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه كرة القدم العالمية تفرض تعاوناً عابراً للقارات، وأن المغرب أثبت أنه دولة تمتلك رؤية واضحة في الاستثمار الرياضي وتطوير البنية التحتية. وأضاف أن دعم ترشيح فوزي لقجع لرئاسة الكاف هو دعم لمشروع تطوير شامل، وليس مجرد موقف عابر أو مجاملة سياسية، مشيداً بالتطور الكبير في الملاعب المغربية ومراكز التكوين والنجاحات القارية التي حققتها الأندية والمنتخبات خلال السنوات الأخيرة. وأكد أن العلاقة بين الليغا والكرة المغربية ستشهد توسعاً أكبر في المرحلة المقبلة، سواء عبر شراكات فنية أو مباريات ودية أو برامج تطوير مشتركة. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل الكرة الإفريقية يجب أن يبنى على أسس احترافية واضحة، وأن المغرب يمتلك من الكفاءات والخبرات ما يجعله في صدارة هذا التحول الكبير. ومن القاهرة جاء موقف مهم على لسان هاني أبو ريدة، الذي أكد في بيان صحفي انتهاء كل الخلافات السابقة، وأن المرحلة الحالية تتطلب وحدة الصف العربي والإفريقي. وقال أبو ريدة إنه يقف إلى جانب صديقه فوزي لقجع في سباق رئاسة الكاف، معتبراً أن المرحلة المقبلة تحتاج قيادة قوية وعلاقات دولية واسعة. وأوضح أن أي عقوبات تمس منتخباً عربياً بحجم وقيمة المغرب يجب أن تراجع بعين العدالة والإنصاف، مضيفاً أن كرة القدم الإفريقية تمر بمنعطف حاسم، وأن التعاون بين الاتحادات الكبرى داخل القارة هو السبيل الوحيد لإعادة التوازن. وأكد رفضه للعقوبات التي وصفها بغير المنصفة، داعياً إلى فتح صفحة جديدة عنوانها التطوير والاستقرار، ومشدداً على أن الرياضة يجب أن تبقى جسراً للمحبة والتنافس الشريف، لا ساحة للصراعات الإدارية. وختم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة قد تحمل مفاجآت كبرى في خريطة كرة القدم الإفريقية. وخلال الأيام الأخيرة شهدت الساحة الرياضية الأوروبية موجة تضامن إعلامي واسعة مع المنتخب المغربي، حيث تناولت كبرى الصحف والمواقع الرياضية قرارات عقوبات الكاف بانتقادات حادة، معتبرة أن التوقيت والطريقة يثيران العديد من علامات الاستفهام. صحيفة ماركا الإسبانية نشرت تقريراً مطولاً وصفت فيه العقوبات بأنها قرار صادم لجماهير كرة القدم الإفريقية، مشيرة إلى أن المغرب قدم نموذجاً احترافياً في التنظيم والتسيير خلال السنوات الماضية، وأن التعامل معه بهذه الصرامة يبعث برسائل سلبية قبل استحقاقات كبرى مثل كأس العالم 2030. أما صحيفة آسي الإسبانية فتساءلت في عنوان بارز: هل تعاقب النجاحات؟ معتبرة أن المغرب أصبح قوة صاعدة في كرة القدم العالمية، وأن أي إجراءات تأديبية يجب أن تكون شفافة ومبنية على معايير واضحة. وفي فرنسا خصصت صحيفة ليكيب مساحة تحليلية للموضوع، أكدت فيها أن المنتخب المغربي أصبح رقماً صعباً في المعادلة الكروية الدولية، وأن أي عقوبات تؤثر عليه ستنعكس سلباً على صورة الكرة الإفريقية ككل، مشددة على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى الحكمة والتهدئة بدل التصعيد. موقع سكاي سبورتس البريطاني أشار بدوره إلى أن القرارات التأديبية في البطولات الكبرى يجب أن تخضع لأقصى درجات الشفافية، مؤكداً أن المغرب يحظى باحترام واسع داخل الأوساط الأوروبية بعد إنجازه التاريخي في كأس العالم. كما لمح التقرير إلى أن إدارة الأزمات جزء أساسي من تطوير المنظومة الكروية في القارة. حتى صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية علقت على الملف، معتبرة أن كرة القدم الإفريقية تمتلك فرصة ذهبية للنمو عالميا، وأن أي توترات إدارية قد تعرقل هذا المسار، مشيدة بالبنية التحتية المغربية وبالتطور الملحوظ في مستوى الأندية والمنتخبات. هذا الزخم الإعلامي الأوروبي يعكس صورة واضحة: هناك تقدير كبير لما حققته الكرة المغربية في السنوات الأخيرة، وفي المقابل تساؤلات وانتقادات موجهة
مواجهة لطريقة إدارة الملف من طرف الكاف، وبين الدعم الأوروبي والجدل الإفريقي يبقى السؤال مفتوحا: هل نشهد مراجعة حقيقية للقرارات أم نحن أمام بداية مرحلة جديدة من إعادة ترتيب الأوراق داخل القارة السملاء؟ وفي النهاية اكتب في التعليقات ديما المغرب 100 و1036، واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان توصلك كل الأخبار والتحليلات أولا بأول، والقادم أقوى بإذن